السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. أنا إبراهيم جمال. بما إن كتير من إخواننا وحبايبنا بيسألوا أسئلة كتير عن الاستوديو المصري، عن المكان وعن الأسعار وعن إمكانية الاستوديو، قررنا النهاردة ناخدكم في جولة سريعة نجاوب فيها عن كل أسئلتكم واستفساراتكم. أهلا بيكم. أول ما تدخل المكان هتحس براحة نفسية وتحس كأنك في بيتك بالظبط. ده هنا البوفيه، هيلب يور سيلفي بقى، وأحلى كوباية قهوة عشان تسمعنا أجمل ما عندك. ودي غرفة الهندسة الصوتية، إحنا هنا بنوفر لك أجواء التسجيل المثالية، أفضل برامج السوفتوير وأجمل الفلاتر والمؤثرات الصوتية، يعني هندسة صوتية على أعلى مستوى وأفضل برامج المونتاج والإيديت. ودي بقى غرفة التسجيل، طبعاً محكمة الغلق، عزل صوتي على الحوائط ومنع أي تردد، أفضل المايكات لتسجيل بنقاوة عالية وإظهار كل تفاصيل الصوت، هيدفون على الدقة والوضوح علشان تسمع نفسك بالمؤثرات وتعيش أحلى جو للتسجيل. أما بالنسبة للتصوير فإحنا عندنا كاميرا كانون احترافية علشان نضمن لك أفضل صورة مع أجمل صوت، بالإضافة للإضاءة الاحترافية. وده كله واضح لو شفت فيديوهاتنا وأخدت جولة على صفحاتنا على السوشيال ميديا. ده طبعاً بالإضافة للمونتاج الاحترافي علشان تظهر في أفضل صورة. طبعاً ما أنت نجمنا، يعني من الآخر راحة نفسية، أجمل صوت، أفضل صورة، أروع مونتاج، الاحترافية والمهنية الشديدة. أما بقى بالنسبة للأسعار فما تقلقش، أسعارنا في متناول الجميع، يعني على قد الإيد. وعلشان من رغيش كتير إحنا هنخلي ضيوفنا هم اللي يحكوا تجربتهم في الاستديو. طيب، وأول سؤال سألناه لضيوفنا، أول انطباع أخدته عن المكان لما جيت هنا؟ مكان بسم الله ما شاء الله في روحانيات عالية جدا جدا. والله يعني هنشوف الناس اللي وشها بشوش زيك داتي أكيد يعني هتكون راحة نفسية طبعا يعني. والله حاجة ما شاء الله عليك، الله أكبر. أريحية، بمعنى أن المكان اعتبرته بيتي الأول والثاني. بجد أنا لما باجي هنا أنت بتشوفني أنا يعني باجي بدخل يعني من غير حتى ما يعني على طول بدخل الأوضة لوحدي ويعني ما فيش طبعا أي يعني سبحان الله، يعني هذا القلب الطيب الشيخ أحمد البيومي لا يغرب أحدا، يعني حس كده المكان ما بيغربش حد خالص. هنا بسم الله ما شاء الله، يعني أنا عن نفسي والله العظيم باجي أدخل بستكشف كل حاجة. طبعا أنتوا عارفين الجماعة المكفوفين دولت يعني بالايدين، يعني بيحسس على كل حاجه بايده، هو ايه ده وايه دي ومش عارف وكده يعني، فبيحس طبعا كل حاجه. فانا من النوعيه دي، فيعني انا بجد وجدت اريحيه دونا عن اي مكان اخر. يعني بدايه اول ما دخلت يعني لقاء الشيخ احمد يعني كان من اجمل اللقاء. وما دام لقيت انا اللقاء بتاع الشيخ احمد يعني بسم الله ما شاء الله كأن قلبي طابه، وكنت أنا يعني متوتر، ولكن أول ما رأيته وأول لقاء يعني بيني وبينه، ولكن بسم الله ما شاء الله هذا المكان يعني أي أحد يخشه هتلقى نفسك مستريح كده من غير ما تفكر ولا أي حاجة. الهدوء، الراحة، السكينة المتوفرة في المكان. في راحة موجودة في المكان تخلي اللي حيسجل سواء مقرئ أو مبتهل أو منشد عندي القابلية إن هو يطلع كل اللي عنده. أنا أول ما دخلت قلت للشيخ أحمد كلمة على طول ربنا عز وجل يعني أطلقها على لساني، قلت له ده سبق. فأنا بقول للشيخ أحمد ده يعني الاستوديو اللي هو عمله يعتبر السبق في الصعيد يعني ليه هو، وربنا إن شاء الله يحفظه ويكرمه ويبارك فيه ويزيده إن شاء الله. فأول انطباع يعني جالي إن ده شيء جميل جدا 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 ومتطور ومتقدم عندنا في الصعيد. انطباع جيد وانطباع جميل وانطباع حسن يعني، لأن المكان نفسه مكان حسن. الراحة النفسية طبعا موجودة، لأن مثل هذه الأماكن يقرأ فيه كتاب الله عز وجل. في أي مكان يقرأ فيه كتاب الله عز وجل يعني تدخل فيه تجد النفسية مطمئنة والروح فرحة إلى غير ذلك من هذه الأمور. يعني مكان راحة نفسية ومكان على أعلى مستوى، والشيخ أحمد بيومي يعني الله يديه الصحة، يعني المكان يعني حاجة تبارك الله، يعني الله يجازيه خير يعني.
كل مكان يعني، حتى اللي بيحضر يعني اللي بيجي يعني هنا في الاستديو مكان يعني بيحس نفسه يعني مش غريب، زي اللي يكون جاي من بدري يعني، وفي نفس الوقت انه راحة نفسية، بينسى الهموم اللي كله اللي هو فيه. رأيك في المؤثرات الصوتية أثناء الأداء؟ جذابة جدا 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 فوق الوصف، عجبتني خالص. أنا مش متخيل صوتي كده أصلا. والله راحة وهدوء تام يعني، وجودة عالية، وفي رونق كده في الصوت يعني. لا ما شاء الله تبارك الرحمن يعني، بلا مجاملة يعني. أنا شايف الإفكت الصوتي هنا غير أي مكان تاني، وما شاء الله يعني تقريبا كده الشيخ أحمد البيومي يعني واخد كورسات مكثفة في هذا الموضوع. يعني الإفكت اللي أنا بقرأ عليه أنا عن نفسي يعني كتير. لا أنا بتكلم على الإفكت اللي أنا شفته هنا يعني ما شاء الله جميل جميل جدا اللي أنا بقرأ عليه. يعني في طبعا أريحية في الصوت، وتحس إن الصوت موزع. لا بسم الله ما شاء الله، المؤسسات الصوتية كانت يعني عاملة تحسين للقراءة أو للإنشاد. عايش في القراءة، كأنك في مولد، كأنك مثلا في يعني مثلا في ليلة كبيرة. بسم الله ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله. أنا ما كنتش متوقع الجودة. أنا كنت بفتكر أنه بيحطوها على الودن أنه فيهاش أي حاجة. لكن المؤسسات بسم الله ما شاء الله إحساء يعني تحسين الأداء يعني ممتازة جدا، ممتازة. لا خالص، ممتازة لدرجة إن الواحد حاسس نفسه مش هو اللي بينشد أو مش هو اللي بيقرأ. على أعلى مستوى، على أعلى مستوى، طالما أنت مركب السماعة، فحاجة ممتازة يعني فوق الممتازة كمان. جدا جدا راحة جميلة جدا. بس أنا عايز أقول حاجة، إن اللي يقرأ على الإمكانيات دي لابد إن هو يكون مستعد لها استعداد جيد، من إنسان يكون واكل كويس، يكون نايم كويس. القارئ اللي حيقرأ، لأن دي أجهزة متمكنة وأجهزة متطورة، فالإنسان لازم يواكبها. عم الشيخ أحمد لازم يكون كده زي ما بقولوا كده إن شاء الله يعني. أنت كده يا مولانا. الله يكرمك يا سيدي. رأيك في الأسعار؟ ده جميل. أنا يعني معاي أصحابي من قرية بلانة سجلوا في أسوان، كان تقريبا أغلى من كده. لكن أنت عندك حاجة سعر جذاب الصراحة، سعر جميل خالص خالص. بسم الله ما شاء الله. بص أنا حوضح لك يعني أكتر من شيء. خلينا كده يعني بالعامية عشان الجميع يفهم. يعني إحنا هنا يعني في الاستوديو المصري مش يعني اللي بيتكلم فيه الشيخ أحمد مش أسعار، لأن أنت بتروح برا في القاهرة أو في أسوان أو في الأماكن المدن العامة يعني، والأماكن العامة الكبيرة جدا، بتروح الاستوديوهات مثلا يعني بتدفع 2000 جنيه و3000 و4000 و5000 واطلع فوق كمل زي ما أنت عايز. لكن الفكرة إن هنا أصلا الأسعار إحنا بنقول على الحاجة اللي هي يعني شوية تحت بنقول رمزية، لكن الشيخ أحمد تخطى هذه الكلمة، تخطى كلمة رمزية يعني أقل بكثير. يعني تحاول تقنعني، لأني ده لو عملته برا في استوديو برا أسجله مثلا ب3000 أو ب4000 ونفس الإمكانية. الفكرة في إن الإمكانية هي لا نقل شيئا عن أحد. والله إن شاء الله في متناول الجميع بإذن الله، وإن شاء الله حاجة كويسة. الأسعار لا ولا حاجة يعني، احنا هنا يعني دي ما اسمهاش أسعار يعني، كلها حاجة يعني متواضعة جدا يعني. يعني لما حد يعني بيروح محافظات بحري في القاهرة وفي أسوان في الأماكن العامة يعني، فما بيلاقي يعني أسعار يعني عالية جدا. لكن هنا لا تقارن بالأسعار، لا ما تقارنش. لا إن شاء الله كويس ممتازة. ودي أنا يعني عشان الشيخ أحمد مش قاعد، دي أسعار تعتبر يعني ثمن بخس ده والله يا إخواننا، مقارنة يعني والله ثمن بخس، يعتبر ده ثمن بخس يعني، وقليل جدا جدا على هذه الإمكانيات يعني، والله فعلا يعني. رأيي في الأسعار كما سمعت لا من غير إحراج ولا حاجة. أنا رأيي لفيت ورحت القاهرة ورحت كذا مكان يعني بسم الله. رحت استوديوهات وسجلت يعني. أنا ما يعني الحمد لله الواحد ما حصليش الشرف أن أسجل، لكن رحت استوديوهات وكان ما كتبليش ربنا أن أسجل تمام. لكن بسم الله ما شاء الله فوق التوقع هذا السعر، وربنا يجعله في ميزان حسناتك تمام. وأتمنى الناس كلها تعرف السعر ده، وبحيث تاجي قبل ما يغلى.
حاجة تتمنى لو كانت في الاستديو. هو على أكمل وجه والله. انت شايف كده يعني؟ شايف ما في ده فوق الزيادة خالص، وعلى أكمل وجه، جميل جدا جدا، ما فيش حاجة ناقصة خالص. نتمنى انكم احنا كفايه بس هنشوفك. عايزين ناجي نلقاك انت على طول كده بنفس البشاشه بتاعتك دي. بص، هو بصراحة الإضاءة مش عجباني. أنا في يعني مش شايف من الإضاءة كويس، لأني برضو عاملة لي يعني غلوشة زي ما نقول، أو عيني مزغللة من الإضاءة يا جماعة. انا دلوقتي جات في عقلي، يعني انا ما كنتش عارف اجاوب على السؤال ده. كنت اتمنى اجد بعض صور القراء الكبار في الاستوديو ده. ان شاء الله تعملها الخطوه الجايه يا شيخ احمد. بذلك لما اجي داخل كده الاقي الشيخ محمد رفعت في وشي، او الشيخ البنشاوي، او الشيخ عبد الباسط، او جميع الاكابر، الانسان برضه ايه ان شاء الله باذن الله. هي الحاجة اللي أنا كنت أتمناها أن يكون في إيقاع للإنشاد، كان حيدي جو أجمل. جميل. ويعني زي مثلا أنا موزع مؤلف موسيقي. تمام. موزع مؤلف موسيقي. جميل. ده بحيث لما يكون مع الإنشاد بيديك يعني جو أجمل وأحسن وأروع، بحيث الناس يعني من 80% أنه بيحبوا الموسيقى مع الإنشاد. تمام. جميل. في الطريق إليك إن شاء الله بإذن الله تعالى. وسع علينا وعليكم إن شاء الله يا رب. هو ده اللي محرج، مش السؤال اللي قبله. أنا والله كنت أتمنى ألاقي حاجة مش موجودة عشان أقولها، بس ما شاء الله كل حاجة متوفرة. حاجة أتمناها الموزع الموسيقي بالضبط. أيوة. برضه حاجة كويسة، برضه حاجة كويسة، وده يعني حيعلي الاستديو أكتر وأكتر. يعني الميديكا بورد أو الموزع الصوتي حيعلي الاستديو أكتر وأكتر. ويعني ما شاء الله على الصفحة المتابعين، يعني ما شاء الله متابعين، والتفاعلات يعني والتعليقات، حاجة تبارك الله يعني. بس مع الميديكا بورد والموزع الصوتي لا، حيرفع أكتر، حيخلي الناس تتابع أكتر. نصيحة تقدمها لينا. الاستمرار وتحمل الجمهور. يعني الجمهور مش حاجة سهلة، فإن شاء الله بإذن الله يكون عندكم عزيمة ويكون في إصرار للنجاح. وإن شاء الله كل شاب مسلم يكون جالس مكان على الكرسي ده ويسجل، بس كل ما عليكم التحمل من الجمهور مش أكتر. نصيحة، ما تجيبونيش هنا تاني، عشان لو جيت هنا تاني حنبوظ الدنيا خالص. والله العظيم نصيحتي للشيخ أحمد البيومي، استمر. والله العظيم يعني إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وأنتم بجد محسنين يعني في العمل، ويعني بجد أنتم بتجدوا يعني دائما مجتهدين. حتى الشيخ أحمد البيومي يعني حفظه الله يعني بيقعد مثلا من الصبح إلى لحد صلاة العصر وهو في مونتاج فقط، ثم بعد ذلك يعني من صلاة العصر لحد الساعة 12 بالليل وهو تسجيل. يعني دي فترة يعني بصراحة انت بتعدي عليك ورديتين. يعني واحد بيروح من الساعة 8 الصبح مصنع، بيرجع العصر، ومن العصر لحد الساعة 12 بالليل دي ورديتين مصنع، وهو بيقعد ده كله على الكرسي. أنا مستمتع باللي بعمله. أكيد طبعا. فأنت عشان في إخلاص عندك، عشان عندك يعني إخلاص وعندك حب للشيء دوت، فأنت عشان كده حاب الموضوع ده. لكن والله هو الصراحة متعب، يعني أنا أكيد هو متعب والله، فربنا ييسر الأمر يا رب. بحس بمتعة جميلة جدا. أكيد طبعا والله ربنا ييسر لك أمرك إن شاء الله ويحفظكم جميعا، ولكن كما قلت لكم استمر. والله النصيحة التي يقدمها أن ربنا يبارك فيكم، ومن تقدم إلى تقدم، ومن أحسن إلى أحسن. تمام. وزادكم الله وزادنا بإذن الله تعالى. دي دعوة مولانا. عايزين نصيحة. النصيحة يعني بسم الله ما شاء الله، أنا ما شايفش حاجة، يعني بسم الله ما شاء الله، زي ما يقول لك إيه، دخلت بيت ووجدته كاملا. لا، استمر يعني دي خطوة يعني حاجة يعني مش وحشة، حاجة ممتازة فوق الممتازة كمان. ونصيحة للي عنده موهبة لا ينميها. يعني عندك موهبة، صوتك حلو، منشد حلو، قارئ حلو، عندك بتخطب، يعني عندك معلومات حلوة، لا تعال ادي الاستديو مفتوح. موهبة الخطابة أيوة، ادي عندك الاستديو مفتوح، وتعال هنا الشيخ أحمد هنا مرحب بأي حد. نصيحة تقدمها لقراء القرآن. أتمنى جميع القراء يجوا يشاركوا في استوديو المصري، عشان من أحدث الاستوديوهات في الصعيد. أقول لهم
هذا القرآن يعني أنزله الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات، فيعني لا يجب اللعب في القرآن الكريم بألحان، يعني يعني ألحان كده مش حلوة. يعني كما نرى دلوقتي بعض المقرئين المتكلفين في القراءة، يا ريت يتقوا الله جل وعلا في قراءتهم للقرآن الكريم، لأن القرآن نزل يعني مبينا وموضحا ودستورا لهذه الأمة، فلا يجب اللعب والتلاعب يعني بالتكلف. يعني ترى واحد يعني بيقرأ في القرآن الكريم تحس إن هو بيانو مش قرآن كريم، فاهمني؟ فبتلقى الطريقة بتاعته مش حلوة الصراحة يعني. ولا نذكر طبعا ولا نذكر أصلا يعني مقرئين، عشان بس ما ينفعش يعني للحقوق الملكية والصفحة والكلام من ده، وظلموني الناس ظلموني. والله نصيحة إلى قراء القرآن الكريم، يعني مشهورين وغير مشهورين، تمام، جزاهم الله خيرا بداية، فهو كلام الله. ثانيا كل من هو يعني عنده رب سبحانه وتعالى كرمه بصوت جميل وما قادرش يخش يوصل جو الاستوديوهات أو مثلا يطلع مثلا صوته، يجي عند الشيخ أحمد البيومي، بسم الله ما شاء الله مجهز استوديو. أنا أول مرة يعني أشوفه قلت أروح أشوف الاستوديو ده بيقولوا عليه، تمام. فأنا افتكرته أوضة عادي، فبجيز بسم الله ما شاء الله أروع من بتاع القاهرة وأجمل، تمام. ومع ذلك الأسعار يعني بسيطة، ولو معكش فلوس حتمشي احتمال يعني. تسلع عيونك. فالناس تاجي، وإن شاء الله حتى لو 5 دقائق 10 دقائق أن أنت حتطلع الموهبة بتاعتك. وهذا قرآن كل اللي يسمعه يعني ده حسنات ليك إلى أن تموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد الممات ما هو قال النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. راح نذكر الثالثة اللي هو عمل ينتفع به، صدقة جارية اللي هو وهي برضه صدقة جارية تنفع برضه، وولد صالح يدعو له. يا استوديو المصري، تمام. والله هو يعني لو كان في حاجة مش موجودة فهي دي تبقى الحاجة الموجودة. يكون في حد موجود هنا يساعد اللي حيسجل إنه هو يطلع المخارج الحروف صحيحة والتجويد صحيح والأحكام صحيحة. أكثر نصيحة احنا بنأكد عليها لقراء القرآن ألا يتنفسوا في القراءة، لأن التنفس في القراءة حرام ومجمع على حرمته. أيما إنسان أو أيما قارئ يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى يتقي الله في النفس، يعني حق التقوى، لأن القرآن أمانة وقراءة القرآن أمانة. ثانيا يجب على قارئ القرآن أن يكون متلقيا كتاب الله تبارك وتعالى عن شيخ مجاز وشيخ واثق وشيخ حافظ وشيخ متقن. وأنا دائما أقول أي إنسان يا إخواننا يحفظ القرآن من المصحف أو يحفظه من شرايط الاستوديو، هذا يتجرأ على الله تبارك وتعالى ويتجرأ على كتاب الله. ومن يتجرأ على كتاب الله عز وجل يقسمه الله. ليه؟ ويتجرأ على مقام النبوة برضه، لأن ربنا عز وجل قال في صدر سورة النمل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فإحنا مش أحسن من سيدنا محمد عشان نقرأ من المصحف على طول أو نحفظ من المصحف، لا، لابد للإنسان أن يحفظ القرآن على يد شيخ متقن، لأن القرآن أمانة والقراءة أمانة برضه. الشيء الثاني برضه نصيحة للقراء، إن الإنسان يكون موهوب يعني حتى يقدم على القراءة. مش أي إنسان، مش قارئ أو نصف قارئ أو شبه قارئ يقرأ القرآن، لا، لازم يكون إنسان برضه عنده موهبة حلوة كده وجيدة. وإن شاء الله أي إنسان موهوب، أي إنسان موهوب وعنده رهبة مثلا أو عنده كذا، لا يجي. وعند الشيخ أحمد راجل أخونا وراجل صاحبنا وراجل صديقنا وراجل بسيط يعني. أي إنسان عنده موهبة يتفضل يجي كأنه قاعد في بيته، والله أكتر كمان. وربنا إن شاء الله يبارك فيك يا مولانا ويزيدك من نعيمه يا رب. وبكده نبقى خلصنا جولتنا في استوديو المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم إبراهيم جمال.